في الوقت الذي يعيش فيه الشرق الأوسط مرحلة غليان غير مسبوقة، ظهرت على الساحة فكرة مثيرة للجدل: أن يقود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة هناك. في هذا التقرير نغوص معاً في تفاصيل هذا المقترح، خلفياته، أبعاده، ردود الأفعال عليه، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة ومصر والمنطقة بأسرها. في اليوم 25 من شهر سبتمبر عام 2025 نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً يكشف دعم البيت الأبيض لفكرة أن يقود توني بلير سلطة انتقالية تسمى السلطة الدولية الانتقالية في غزة. المعهد الذي يديره بلير كان قد تورط قبل ذلك في نقاشات حول مشروع يعرف باسم غزة ريفييرا، يهدف إلى إعادة تشكيل القطاع اقتصادياً بعد الحرب، وهو مشروع أثار عاصفة انتقادات عربية وفلسطينية. في اليوم 27 من شهر أغسطس عام 2025 كشفت وكالة رويترز عن لقاء جمع بلير بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر في البيت الأبيض لبحث اليوم التالي للحرب على غزة. تفاصيل الخطة المقترحة: الخطة المعروفة باسم السلطة الدولية الانتقالية في غزة تقضي بتشكيل إدارة متعددة الجنسيات يقودها مجلس إشرافي مع وجود قوة أمنية دولية مؤقتة، على أن يترأس بلير المجلس لفترة محدودة قد تصل إلى 5 سنوات. خلال هذه المدة يتم إعادة إعمار القطاع وإعداد الأرضية السياسية والأمنية لتسليمه لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية أو حكومة وحدة وطنية. الخطة تستلهم نماذج سابقة مثل كوسوفو وتيمور الشرقية، حيث تولت الأمم المتحدة إدارة انتقالية. المواقف وردود الأفعال على الصعيد الفلسطيني: معظم الفصائل وعلى رأسها حركة حماس تعتبر هذه الخطة شكلاً جديداً من الانتداب أو الوصاية، وترفض تسليم غزة لشخصية دولية مثيرة للجدل. على الصعيد المصري، القاهرة تنظر بحذر إلى أي ترتيبات في غزة تمس حدودها الشرقية وأمن سيناء، وتؤكد أن أي إدارة انتقالية يجب أن تحظى بقبول فلسطيني وعربي. على الصعيد الدولي، بعض العواصم الأوروبية ترى في بلير شخصية لديها خبرة في ملفات الشرق الأوسط بحكم دوره السابق مبعوثاً للجنة الرباعية، بينما يشير منتقدوه إلى سجله في حرب العراق عام 2003 كمصدر لعدم الثقة. منظمات حقوقية وإعلامية مثل قناة الجزيرة نشرت تقارير عن تورط معهد بلير في مشروعات استثمارية في غزة، معتبرة أن ذلك قد يفضي إلى تهجير الفلسطينيين أو تقييد حقوقهم الاقتصادية. التحديات والعقبات الشرعية: من سيمنح هذه الإدارة الشرعية؟ الشعب الفلسطيني أم الأمم المتحدة أم الدول الكبرى؟ الأمن: كيف سيتم فرض الأمن في القطاع من دون قوات محلية فاعلة؟ التمويل: من سيدفع تكاليف الإعمار والرواتب؟ الموقف الإقليمي: هل ستقبل مصر والأردن والسعودية وقطر بوجود إدارة أجنبية على حدودهم؟ مصير المقاومة: هل ستسلم حماس سلاحها أم ستعمل الإدارة في بيئة معارضة مسلحة؟ السيناريوهات المحتملة: السيناريو الأول، نجاح الخطة. في هذا السيناريو يتمكن توني بلير من تشكيل سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات. تبدأ الإدارة المؤقتة بفرض وقف كامل لإطلاق النار، وتدخل مشاريع إعمار واسعة بتمويل دولي وعربي، ويتم دمج بعض الكوادر الفلسطينية في أجهزة الإدارة والأمن. ومع مرور السنوات ال5 يتم تسليم القطاع تدريجياً إلى حكومة فلسطينية موحدة تتفق عليها الفصائل، ما يؤدي إلى تهدئة طويلة المدى وتحسين الظروف المعيشية في غزة. السيناريو الثاني: فشل الخطة. في هذا السيناريو تواجه الخطة منذ البداية برفض شعبي وفصائلي واسع، تعتبره حماس وبقية الفصائل وصاية دولية جديدة على غزة. لا تتمكن الإدارة من بسط سلطتها على الأرض، وتتصاعد العمليات المسلحة ضد قواتها، ويسحب الدعم الدولي تدريجياً. بعد أقل من عامين ينهار المشروع كلياً وتعود الفوضى إلى القطاع، مع احتمال توسع النزاع إلى مصر وإسرائيل. السيناريو الثالث: تعديل الخطة. في هذا السيناريو تدرك الأطراف الدولية حجم الاعتراضات على شخص توني بلير، فيتم تعديل الخطة بحيث تتولى الإدارة الانتقالية شخصية أممية أو عربية تحظى بقبول أوسع، أو يتم تشكيل مجلس مشترك من شخصيات فلسطينية ودولية مع بقاء بلير مستشاراً فقط بدلاً من رئيس تنفيذي.
هذا التعديل يخفف حدة الاعتراضات ويزيد فرص النجاح، لكنه يبطئ عملية اتخاذ القرار ويجعل الإدارة الانتقالية أقل قوة وتأثيراً. الخاتمة: ما بين المؤيد والمعارض تبقى فكرة تولي توني بلير إدارة غزة بعد الحرب واحدة من أكثر المقترحات إثارة للجدل في الشرق الأوسط اليوم. هل هي فرصة حقيقية لإنهاء الصراع وإعادة إعمار القطاع، أم صيغة جديدة للانتداب الدولي على أرض فلسطين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل ترون أن غزة بحاجة إلى إدارة انتقالية دولية أم إلى مصالحة فلسطينية داخلية؟